بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لسه الماتش خلصان بتاع مصر وبلجيكا حالا. عارف يا اخي اللي يزعل؟ كانت قريبه، والله كانت قريبه يا اخي. يعني خلاص، يعني اشد المتفائلين ان احنا نتقدم على بلجيكا. الموضوع ما كانش واصل قوي. بس اقول لك انا على حاجه. احنا قلنا ايه في حلقه قبل الماتش؟ لو انت شفت الحلقه، منتخب بلجيكا تقدر ان انت تتعامل معاه عادي، لان دفاع بلجيكا دفاع سهل تجيب فيه اجوان. وطبعا قبل اي حاجه انا بحيي العميد كابتن حسام حسن ان هو اتفرج على الحلقه وما لعبش بخمسه مدافعين. لان انت لو كنت لعبت بخمسه مدافعين، وكمان انت رودي جارسيا اصلا نازل مبوظ تشكيله بلجيكا، ان هو ما بيلعبش بمهاجم صريح، انت بيلعب بديكاتلاري، دي بروين، دوكو، تروسارد، ما فيش مهاجم صريح. فديكاتلاري كان بيلعب مهاجم وهمي. فانت خد بالك، منتخب مصر الشوط الاولاني دفاع وهجوم يعني متحولات 10 على 10. سجلت جون امام عاشور، لو خدت بالك في التمويه اللي عامله بجسمه خلى المدافع يتلخبط، ان امام عاشور فتح لنفسه مساحه حلوه جدا في الشوطه اللي شاطها، الشوطه اللي هياخد هدف الجوله، هدف جميل قوي. فانت لعبت، العميد كابتن حسام حسن لعب شوط حلو قوي، بس هي بقى كانت النقطه ان العمق بتاعنا مش مقفول حلو. العمق بتاعنا دي الثغره الوحيده اللي كانت موجوده عندنا، ان العمق بتاعنا ما كانش مقفول حلو، لان دي بانت اكتر في الشوط الثاني. خد بالك لما انت بلجيكا ما كانتش بتلعب بمهاجم صريح، لما نزل لوكاكو، لما ضغط على الاثنين مدافعين، محمد هاني جاب جون في نفسه. محمد هاني بالمناسبه عامل ماتش حلو جدا. ومنتخب مصر كتوتال ماتش احنا كل واحد عامل ماتش كويس. يعني دوكو النهارده اتخانق من محمد هاني ومصطفى زيكو ناحيه اليمين، راح على ناحيه اللي هو ناحيه اليمين بتاعتنا احنا، اما رحل على الناحيه الشمال بتاعتنا اللي هي اليمين بتاعتهم. بعد كده دخل في العمق، انت كنت قافلها على دوكو حلو قوي، ولعبنا ماتش كويس. وصلاح في العمق، يا سلام، صلاح كان واخد الاريحيه واخد الحريه، انزل اعمل اللي انت عايزه. صلاح مش ملزم بالخط، عشان ما لو ملزم بالخط صلاح هتقفل عليه خلاص. لكن زي ما قلت العميد كابتن حسام حسن عمل ماتش كويس جدا. احسن حاجه ان هو ما بداش بخمسه مدافعين، لو بدانا بخمسه مدافعين ما عمرنا ما كنا هنعمل ربع الاداء اللي احنا عملناه. ادائنا كان كويس، لعبنا تحولات، ضيعنا. الشوط الثاني بالتحديد كان لينا وجود قوي جدا. عمر مرموش الكره اللي ضيعها لما جري بيها من نص الملعب، قلت لك وجعان دفاع بلجيكا دفاع سيء جدا. تقدر، بس هي يعني ما كانش فيه حظ ولا توفيق، يعني الحمد لله. يعني خرجنا بنقطه من قدام بلجيكا، ان شاء الله نركز في ماتش نيوزيلندا، نخلص الموضوع، نخش ماتش ايران ان شاء الله نكون ضامنين الصعود. فعندك كره مرموش ضاعت، وكره تانية لمرموش، بس عارف انت قلت لك ده اللي يزعل، ان كانت في ايدك ان انت تكسب. وكره امام عاشور اللي هي الثانيه الفولو، اللي لما صلاح لعبها براسه وراحت لما امام عاشور اتشاطت لكن قلشت منه، بدل ما تبقى رايحه كده راحت كده. مرموش الكره الثانيه بقى اللي هو لم فيها المدافع وشاط غيرت اتجاهها وخبطت وغيرت اتجاهها. فمجملا انت خطوره بلجيكا ظهرت امتى؟ لما نزل لوكاكو بدات تضغطك، بدات يبقى في لود عليك في العمق. لو قلت لك ان انت العمق بتاعك مش مقفول كويس، ان هو نزل رامي ربيعه، نزل رامي ربيعه وخرج امام عاشور عشان يقفلها اكتر. بس ده بعد الجون الاول لبلجيكا، واحنا لعبنا على التحولات بعديها. عارف انت، ماتش مجملا كان حلو، بس هي حته الفرص اللي ضاعت دي كانت ممكن بقى الماتش يخلص 2-0 لمصر، او يا سيدي 2-1 بالجون اللي دخل لبلجيكا. كانت هتبقى اول انتصار في تاريخك في كاس العالم، يعني بدايه ولا اروع لمنتخب مصر والعميد حسام حسن. بس يعني الحمد لله، يعني البدايه برضو كويسه، بدات بتعادل قدام بلجيكا 1-1 حلو جدا. لسه بقى هنشوف ايران ونيوزيلندا هيعملوا ايه. فبس يا سيدي، يعني مش عايز اطول عليك. مصر عملت ماتش كويس جدا، اللعيبه كلها كانت عامله ماتش كويس جدا. ما كانش فيه، حتى حسام حسن عمل ماتش كويس جدا، ما كانش فيه ثغرات كتير، الا هي حته العمق بتاعنا ما كانش متقفل كويس، ولكن قدرنا نتعامل وقدرنا نحط ايدينا كويس. بس ده كل ده لو في حاله ان لوكاكو كان موجود من البدايه، كان الموضوع ده هيبقى رخم علينا، وكان الموضوع مش هيبقى حلو وشكله حلو كده زي دلوقتي. بس مجملا مبروك لمنتخب مصر،
او مبروك بقى لبلجيكا ان هي خدت نقطه امام منتخب مصر، معلش مبروك لدي بروين ان هو خد النقطه، حلو قوي كده. فبس كده يا سيدي، نشوفكم بقى بعد او قبل مباراه مصر ونيوزيلندا، هنعمل حلقه وبعد الماتش طبعا. فبس كده يا سيدي، السلام.